الدوله الاجتماعيه راه ماشي حديثه العهد. الدوله الاجتماعيه راه كاينه من النهار في الاصول ديال قبل ما تكون الدوله الحديثه. يعني اصول التضامن والتكافل داخل المجتمع المغربي كان دائما قائم. ربما شباب اليوم ما يعرفوش حاجه سميتها الرتبيه، غادي يكون كيعرفها سي احمد، بانه الطلبه اللي كانوا كيقراو في الدواوير في المدارس كانت كتوصلهم الماكله يوميا من عند الاسر. ما غيعرفوش بانه كانت التويزه داخل الدواوير، يعني ملي كتكون شي ارمله داخل الدوار او راجل مقعد ما عندوش اولاد، الدوار كيتجمع كله كيدير لهم كيحرث لهم الارض ديالهم، ونهار كيكون الحصاد ديالهم كيجي كيتجمعوا كاملين يجمعوا لهم الحصاد ويدوا لهم حتى للدار. يعني في ديننا وفي ثقافتنا وفي هذا كاين التكافل والتضامن من التاريخ. بالطبع تكلمت على الدوله الاجتماعيه كاينه من نهار من بدينا كنبداو في الدوله الحديثه. ويكفي للتذكير بان مؤسسه التعاون الوطني تاسست في المغرب سنه 1957. ربما اول مرسوم اول مؤسسه عموميه اللي الظاهر ديالها المرحوم المغفور له محمد الخامس، بالاضافه كما قال السي عادل صندوق المقاصه، بالاضافه للتعليم المجاني. وربما البرامج اللي كنتقدوها حنا اليوم في 2015 و20 راه كانت ثوره في ذاك الوقت. وحنا اللي قرينا في المدينه في المدرسه العموميه كنتذكروا ولاد الباديه كيفاش كانوا كيجيو كيقراو، وكاين المطعم المدرسي، وكاين والناس اللي كتسير البلاد كلها لا في القطاع العام لا في القطاع الخاص كلها قرات في التعليم العمومي، وكانت كتاكل فابور الا ما كانش عندها. يعني ما خصناش اللي باغي نوصل ليه شنو هو الدوله الاجتماعيه مسار تراكم من ايامات المغفور له الحسن الثاني. لانه كون مثلا كنا دوله اشتراكيه اللي كانت الامود في هذاك الوقت، كنا انا قريت بالمجان والسي عادل قرا بالمجان ومشينا. ولكن اخر المطاف شنو؟ اما موظف عمومي اما اجير في القطاع الخاص. كنا دوله راسماليه ليبراليه، انا با غادي يقول لي اجي نحل لك حانوت ما غاديش يقريني، ما يقدرش يقريني بالفلوس. نفس الشيء يعني باش تكون عندك النظام اللي داروا المغفور له الحسن الثاني كان نظام هجين. يعني الدوله تدخلت في قطاعات استراتيجيه ودارت رافعه اقتصاديه في السياحه في الفلاحه في هذا، ولكن بقات الدوله الاجتماعيه باش تقلص الفوارق. بالطبع مشينا في هذا المسار لغايه سنه 1983. في 83 جات ازمه ماليه مع الجفاف مع الحرب ديال استرجاع الاقاليم الصحراويه، وخضعنا من الاف ام البلان داجوستمون ستركتوريل، يعني التقويم الهيكلي اللي ادى لتفاوتات وادى كتقول لكم كتعرفوا الاحداث ديال 1984. ازداد الفقر، التراجع في القطاعات الاجتماعيه كانت مفروضه يعني كنظام حكم. واش غتعتق الدوله كدوله لانه وصلنا للسكته القلبيه ماليا، ولا غادي دير واحد النوع ديال التوازن؟ فعلا دار واحد النوع ديال التوازن، تم التقليص من صندوق المقاصات، تم التقليص من نفقه القطاعات الاجتماعيه، بدا كيبان عندنا القطاع الخاص في التعليم، بدا كيبان القطاع الخاص في الصحه. استمر الوضع الى سنه 2011. انا دائما كنقول بان الدستور ديالنا متوازن ومتكامل. تكلم في الفصل 31 على كل ما يعم الحمايه الاجتماعيه، ولكن ماشي بوحدها. ودائما كنعاود نلح تكلم في الفصل 142 على صندوق التاهيل الاجتماعي، وما يمكنش نكونوا كنناقشوا اليوم وما نناقشوش المسيره اللي ديال الازله ديال ايت بوغماز، ما يمكنش ما نناقشوهاش اليوم. وكنت طبقات الحكومه السابقه نزلت حقيقه الفصل 142 من الدستور اللي تبع في القوانين التنظيميه مجموعه ديال المواد وفعلت صندوق التاهيل الاجتماعي. كنا خصنا نكونوا سالينا مع هذه المشاكل ديال صندوق التاهيل الاجتماعي. يعنى بالصحه والتعليم والطرق والمواصلات والتعليم، 5 ديال القطاعات. سيدنا الله ينصرو عطى تعليمات باش تنفذ برنامج التاهيل الاجتماعي، برنامج تقليص الفوارق المجاليه. ولكن انا دائما اقول بانه الطريقه باش دبرته الحكومه السابقه وكان عليه صراع ما بين حزبين وتحول القطاع الفلاحه، عوض ما ينزل الجهات ويكون القرار تبقى الفصول اللي كاينين في المواد ديال القانون التنظيمي 113 14 كيشارك فيه رئيس الجهه والسيد الوالي والساده العمال والساده رؤساء المجالس الاقليميه. انا كنقول لهذه الحكومه سيدي انتم سيرتوا 60 عام في هذا المجال ديال تقليص الفوارق المجاليه، حنا خلونا غير نغلطوا واحد المره، هبطوا لنا هذاك الشيء للجهات
وخلونا نغلطوا. يعني الان ملي كتشوف قانون الماليه اللي حدث صندوق التأهيل الاجتماعي في سنه 2016 ما دار فيه حتى ريال وعطى فيه 12 سنه. في الاخر انا والسي عبد اللطيف وهبي الله يذكره بالخير تقدمنا بطعن في المحكمه الدستوريه، مشاو داروا فيه 10 مليون ديال الدرهم، ما تفعلش الى يومنا هذا. يعني غادي يسالي في 2027 ومازال ما تفعلش. يعني ما نعيشه الان في مسيره ربما لانه داخل فيها السياسه وداخل فيها قربت الانتخابات، وهذا نورمالمون خصنا نكونوا ساليين معاه في 2027 وبدينا في تنزيل ديال التغطيه الاجتماعيه. انا كنقول ملف ديال التغطيه الاجتماعيه خصنا نبعدوا على المزايدات السياسيه، لانه مسار دوله. لا اغلبيه خصها تفتخر اليوم بما انجز، ولا المعارضه تنتقد ما ينجز. الاغلبيه ما خصهاش تفتخر، علاش؟ واخا دار مجهود هذا، ولكن راه الارقام مؤسفه. باش تجي تقول بانه 4 مليون او 5 مليون اسره، يعني تقريبا ما يناهز 40 او 50% من الاسر المغربيه ما قادراش تدفع 150 درهم في امو تضامن، الاربعه ديال الناس درهم في النهار الواحد، هذا اشكال. باش 4 او 5 مليون اسره كتعمر الوراق باش تشد الدعم ديال 500 درهم، هذا اشكال في توزيع الثروات في المغرب. يعني اليوم اللي بيتقدم لنا ببرنامج انتخابي او برنامج حكومي، انا اليوم هما الارقام ما بقاش غتهمني نسبه النمو ونسبه العجز، وهذا قول لي حنا الحكومه دخلت هذه الحكومه الحاليه لقات الوضع على ما هو عليه، ولكن هذه هي لا باز اليوم. يعني البرامج الانتخابيه اللي غتجي قول لي انا راه لقيت 10 مليون في امو تضامن، انا نوعدكم من دابا 6 سنين غادي نهبطها ل 5 مليون مثلا، ولا واحد 5 مليون محتاجه للدعم الاجتماعي خصني نهبطها. هذه هي المعايير. الاغلبيه المعارضه كذلك. اليوم ماذا تنتقد المعارضه؟ وغادي نهضر على برنامج اللي تكلم عليه سي عادل ديال برنامج الارامل، وراه ما عنده حتى علاقه بالارامل. البرنامج راه مخصص للايتام، لدرجه ان رئيس الحكومه الاسبق وصف رئيس الحكومه الحالي باللصوصيه، وقال له دوني سو دوني غوبروندر سي فولي، يعني انت منين قلصتي ذاك الدعم للارامل انت لص. وانا اليوم نقدر ما كنت كنتسنى شحال من واحد يجاوب السي بن كيران، حتى واحد ما جاوبو، وإلا تبت ليه الان بالقانون اللي صادق عليه رئيس الحكومه اللي معاه سي سعد الدين العثماني بانه هو الا كان شي لصوصيه بانه هما اللي داروها، هل سيقبلوا ان نصف سي سعد الدين العثماني باللص؟ نحن لن نقبل. وغادي نمشي معكم قانون الاطار للحمايه الاجتماعيه اللي جابته حكومه سعد الدين العثماني 29 في الماده 8 يتم تعميم التعويضات العائليه من خلال ارساء التعويضات المتعلقه بالحمايه من المخاطر المرتبطه بالطفوله. وهذا البرنامج اللي كيتكلم عليه هو ديال الارامل راه مرتبط بالطفوله. الارمله ما كتشد حتى ريال، الا عندها وليدات يتامى كتشد 350 درهم، ما عندهاش ما كتشد حتى ريال، وفي المرسوم ديالو خارجه مرتبطه بالطفوله. المنصوص عليه في اصلاح برامج الدعم الموجهه للاسر للحمايه من المخاطر المرتبطه بالطفوله المعمول بها قصد تجميعها وتعميمها مع وضع معايير دقيقه للاستفاده منها. يعني انت القانون اللي جبتي كتلغي جميع البرامج. الاصلاح التدريجي لنظام المقاصه واعتماد السجل الاجتماعي الموحد كاداه لتحقيق استهداف اكثر فعاليه للفئات الاجتماعيه المستحقه للدعم. يعني الحكومه الحاليه نفذت القانون الاطار اللي جبتيه انت سنه 2020، والاكثر من ذلك الحكومه بقات لها واحد 9 شهور خرجت مرسوم استثنائي لدعم هذيك الاسر قبل ما تنفيذ تعميم التغطيه الاجتماعيه. ونذكر كذلك السي بن كيران انت ما كان دافعك لا قانون لا والو، نهار خرجتي هذا البرنامج ديال دعم الايتام لاولاد الارامل ها هو المرسوم قدامي في الماده 4 كيقول لا يجوز الجمع بين الدعم المشار اليه في الماده الاولى اعلاه مع معاش او تعويض عائلي او اي دعم مباشر اخر يدفع من ميزانيه الدوله او ميزانيه جماعه ترابيه او تدفعه مؤسسه او هيئه عموميه كالمنح الدراسيه او الدعم المقدم من طرف برنامج تيسير. وانت ما كانش فرض عليك القانون، يعني ملي خرجتي لهم ديك 350 درهم حرمتيهم
من 90 درهم ديال التيسير، وما كانش فرضها عليك القانون الاطار، رغم انه في نفس السنه ولا في السنه المواليه ملي خرج التعويضات ديال السيدات والساده رؤساء الجماعات، لانه كان كيسير اغلبها، وكان البرلماني كيشد 32,000 درهم، ما قال لهمش ما تجمعوش التعويضات، قال لهم لا تاخذ 50% من العموديه. يعني الا كنتي برلماني وكنتي عمده في عوض تشد 6 المليون غتشد غير 5.5، حيد ليه 1.5 مليون وخلى ليه 1.5 مليون، ما قال ليش تقصى. هذا راه نفس رئيس الحكومه اللي كيصف الان الحكومه الحاليه باللصوصيه. بالطبع انا ماشي غنقول موافق على الطريقه باش اللي تعتمدت اليوم في تنزيل هذه البرامج، وخصني نحكي لكم الصراع اللي عشنا. انا كنت من الناس اللي اشتغلنا على الاريسي، هو القانون ديال الوكاله الوطنيه للسجلات والسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. هذا القانون اللي نقدر نقول لكم صيبوه احسن الكفاءات والاطر الوطنيه من وزاره الداخليه ووزاره الماليه، وتساراو العالم. كما قال السي عادل، الاشكال اللي عندنا البرامج ديال الدوله الاجتماعيه اللي كانت منذ الاستقلال، ماشي نقولوا ما قدرتش، دارت داكشي اللي خصو يدار، وصلت المدى ديالها، ولا عندنا مشكل ديال الاستهداف. كيفاش هذاك الدعم يوصل؟ لانه تكونت طبقات متوسطه في المغرب، تكونت طبقات غنيه، بقات واحد الطبقه فقيره. كيفاش غادي تعتمد عليها؟ كيفاش غتعرفها؟ عندك جوج وسائل، يا اما تشوف الدخل، وما يمكنش في بلاد اللي باقي كتعترف بانه عندها 40% ديال القطاع الغير المهيكل عندها ملايين ديال الفلاحه اورشون، يعني خارج اطار المراقبه. الله السنه الاخيره اللي دار لها الاقرار، يعني الفلاح اللي كيدير رقم معاملات قل من 5 مليون درهم ما كتعرفوش اش كيربح اش كيخسر. يعني كنهضروا على واحد 60% ديال المواطنين المغاربه ما يمكنش تحدد الدخل ديالو، واش لاباس عليه ولا فقير. وربما كلكم عشتوا مشكل ديال المنح. انا بعدا في الاقليم ديالي كنت كنلقى بانه ولد مخزني او ولد شوش في العماله ما استفدش من المنحه، وولد فلاح انا كنعرفوا بانه كيربح 50 و60 مليون في العام كيستافد. ملي غتجي تهضر كيفاش غادي تنزلها، كتجي بانه المخزني او الشوش عنده واحد 20,000 درهم صالير انويال، وذاك الفلاح كيجي كيدير تصريح بالشرف كيقول لك كنربح 5,000 درهم. سير قلب انت دعي ولا سير قلب اش غادي دير. وكنا كنعيشوا هذه المشاكل. يعني تنزيل الار اس يو، يعني السجل الاجتماعي الموحد بناء على الدخل، صعب في هذا الوضع. يعني خصنا واحد 30 سنه او 35 سنه، لانه الضرائب والجبايات في المغرب كيحاولوا ما امكن دائما يمشوا بالتدرج، لانه الا وركتي في الضرائب وبيتي تحبس كل شيء غتهرس الاقتصاد الوطني. يعني غاديين بالتدرج، غنوصلوا لواحد 30 سنه باش نعرفوا كل مواطن مغربي اش كيدخل. كيبقى لك الباب الثاني هو المصاريف. يعني كيفاش كتعيش غادي نحدد لك واحد لا كاتيجوري. للاسف الحكومه، انا كنقول بخصوص امو، يعني التغطيه الصحيه، واش كنتصروا على انه اعتمدت على مراسم في لي كاتيجوري. مثلا نهضروا على الموثقين، دارت واحد 3 درجات للموثقين. في الفلاحه دارت واحد 3 درجات في الفلاحه. في المهن الحره نفس الشيء. امو تضامن وامو شامل. امو تضامن يعني اللي ما وصلش واحد العتبه. في التنزيل ديال الواقع ديال هذا الشيء، ما عمر فلاح هو الفلاح. فلاح عنده قطار هنا في الغرب ممكن يربح احسن من الفلاح اللي عنده 50 قطار في شيشاوه ولا في عبده. موثق بدا المسار ديالو، وربما يكون عنده الزهر ناجح، يقدر تجي واحد 500 درهم، وموثق عنده 20 سنه في الخدمه وجات تجي 1200 درهم، ما غينجحش. انا الاقتراح اللي كنقول، وباش ما تكونش لا سيغمونطاسيون في المغرب، مادام درنا السجل الاجتماعي الموحد بناء على طريقه عيش المواطن، غنعتمدوا للجميع. كنتي اجير او موظف الدخل ديالك واضح، كنتي مواطن ما اجير ما موظف، كما بتكون فلاح نوطير محامي كما بغيتي تكون، وريني كيفاش كتعيش نعرفك شحال غتخلص. كتعيش مزيان الا بغيتي تخبي الفلوس ما بغيتيش تصرفها، ما بغيتيش تعيش مزيان، شغلك هذاك. عيش في تماره ولا اني ما غتخلصش. عشتي مزيان، ركبتي سياره مزيانه وساكن في دار مزيانه، يعني عوض ما نخلو امو تضامن فقط اللي بالمؤشر، ندخلوا كلنا المغاربه بدون استثناء، باستثناء الموظفين والاجراء. وديك الساعه غادي تحدد لك الواجب الاداء في التغطيه الصحيه ديالك بناء على طريقه العيش.
وكذلك بالنسبه للتعويضات العائليه. سيدي تقريبا سال الوقت باش نخليو تفاعل القاعه وباش نعاودو نرجعوا التفاعل. 5 دقائق باغيين لا شوف نقول لك واحد القضيه. انا ماشي من النوع اللي يجي يخطب على الناس. انا نبغي نستمع لكم انتم. حنا غير باش تفهموا هذا الملف ديال التغطيه الاجتماعيه، راه حتى الدستور منين نص عليه راه حنا كلنا معنيين، الدوله والمؤسسات العموميه والجماعات الترابيه والمجتمع المدني خصنا نخدموا عليه جميع. الا ما مشيتي قنعتي، لانه اصلا نعطيكم واقع اليوم. بالله عليكم واش كتعرفوا شي مراه احتاجت لشي عمليه وما عاون؟ ما كاينش شي واحد فينا ما كيعاون جاره ولا ولد خالته ولا ولد عمته. يعني التضامن والتكافل فينا في الداخل. ملي كتقنع المغاربه كلهم يدخلوا تضامنيا باش ينجحوا هذا الصندوق، لان مساله التمويل راه غادي نعيشوها الا ما انخرطناش جميع. ولكن هذاك المواطن غتقول له دير غتخلص واحد 200 درهم في الشهر، غادي اسرتك غادي تهنى. ولكن اودي من غير اسرتك راه واحد خالتك اللي كان الا وقع لها مشكل ما كتلقاو كتفرضوا كتجمعوا لها دير عمليه راك تهنيتي منها. وواحد جارك، لانه في المغرب حنا في الاخر حتى واحد ما كيبقى بلاش، كيكون المشكل كيتحل. ولهذا الا ما اشتغلناش صحافه اعلام سياسيين وقنعنا المغاربه بانه 5 دراهم في النهار راه سي با لا فان دو موند، راه كتشربها في قهوه ولا كتكميها في سيجاره. ولكن بالطبع كي قال السي عادل ما قامت به الحكومه الان في مجال الصحه ما غاديش يبان الاثر ديالو على المواطن دروك. انا في شيشاوه ولا السي عادل في هذا باقي عندنا المشاكل. ولكن إعادة النظر في المنظومة الصحية كلها بالطريقة باش نازله دروك، ربما الأثر غادي يبان من دابا واحد 3 سنين أو 4 سنين. إلا كملنا لي سي اش يو، كملنا لي سونتر سونتي، درنا لا موبيليتي في لي ميدسان باش يولوا يكون كيدوروا على حفزناهم ماديا، لأنه الإشكال كيدوروا حتى كيعياو في إشكال الصحة في المغرب هو المادي، ما نكذبوش على روسنا. طبيب في القطاع العام كيتخلص 18,000 درهم، خوه في القطاع الخاص كيربح 20 مليون في الشهر. كي بغيتي هذا الراجل يبقى لك في القطاع الخاص؟ يعني الا حفزت هذاك السيد يخدم الاطاش، وبانه اي خدمه خدمها في القطاع العام غادي يتخلص عليها ويوصل الصالير ديالو، ما غاديش يمشي يخدم كلونديستانمون في البريفي. غادي يقول اللهم نمشي نخدم في الدوله، وتقول له راه كاينه عمليه في شيشه وغادي يجي يقلب عليها يدوزها، تقول له كاينه. يعني ما اتت به في المنظومه الصحيه المواطن ما غيلمسوش، وما غاديش نجيو نقدروا نقولوا لهم راه درنا والبلانات باقي كدار والدراسات كتلونصا. اسسنا المنظومه صحيه حقيقيه اللي ربما الاثر ديالها غادي يبان في نهايه الحكومه المقبله، ماشي حتى في بدايه هذه الحكومه المقبله.